بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل النهارده شيش طاووق بطريقه سهله وبسيطه وتتبيله جميله هتعجبكم باذن الله. معانا صدر فرخه، هنغسل الفراخ ونقطعها مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وممكن تقطعيها شرايح طويله لو انت حابه. بعد كده هنعمل التتبيلة بقى بتاعت الفراخ اللي احنا هننقعها فيها حوالي ساعتين او 3 على رف التلاجة. معانا طماطماية، فلفلة حامية خضرة، معانا توم، معانا بصل، ومعانا التوابل. هناخد كل ده وهنضربه في الخلاط، وهنضيفه على الفراخ في بولة، وهنسيبه على رف التلاجة زي ما احنا قلنا من 3 ساعات لساعتين حسب ما تحبي تجهزي الأكل. بعد كده هنجيب طماطم نقطعها 4 قطع أو مكعبات، ومعانا بصل هنقطعه برضو مكعبات زي ما احنا شايفينه كده، بيبقى بصل متوسط أو صغير. وبنجيب اللي هو الخشب بتاع الشيش طاووق، وبندخل فيه الطماطم والفراخ والبصل بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده بالتبادل بين القطع الفراخ وبعضها شرايح البصل والطماطم. بعد كده هنجيب صينية بقى. أنا بحب أعمل الشيش طاووق على الشعلة بتاعة البوتاجاز من فوق لحد ما بيستوى، وبعد كده بدخله الصينية الفرن تاخد وش. بصراحة بيبقى جميل جدا والطعم زي الفل. بنضيف شوية توابل شطة لو الفلفل بتاعنا ما كانش حامي قوي. لو ما بتحبيش الشطة ممكن تستغني عنها عادي. وبتضيفي معلقتين 3 زيت، وبنضيف حبة خل لان احنا ما ضفناش في التتبيلة اللي احنا كنا منقعين فيها الفراخ. بتضيفي برضو ليمونتين تعصروهم على الشيش طاووق، بيدي مزازة حلوة قوي في الأكل. كمان لو عندك دبس رمان ممكن تضيفي برضو معلقتين، بيزود الطعم وبيخلي الشيش طاووق جميل وطعمه حلو قوي في الأكل. وبعد كده بتسيبيه بقى على البوتاجاز لحد ما الفراخ والطماطم والبصل يستوى. بتزيديه بالتتبيلة اللي احنا كنا ناقعين فيها الفراخ بتاعتنا، فيها جميع التوابل وفيها الطماطم والبصل والثوم، بتديله طعم حلو قوي. لحد ما بتحسي ان التتبيله بدأت تنشف في الصينيه والفراخ بتاعتنا بتتشرب التتبيله كلها. بناخد الصينيه وبندخلها في الفرن تحت الشوايه، تاخد معانا وش. ونبدل الشيش طاووق لحد ما كله يحمر بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وياخد وش يزود من حلاوه التتبيله اللي الفراخ بتاعتنا شربتها. بتعملي معاها بقى طبق مكرونه حمراء، وتقدمي معاها الشيش طاووق. وبألف صحة وعافية يا رب، بألف هنا وشفا. لو جربتي الطريقة دي هتلاقيها طريقة جميلة، والشيش طاووق يطلع معاكي بنتيجة حلوة قوي. دبس الرمان اللي بتزوديه بيها أو الليمون بيديله طعم مزازة. وبألف صحة وعافية يا رب.